اللهم اجعلنا على صلاتنا دائمين ولأركانها مقيمين وفي ذكرها خاشعين ولأوقاتها حافظين. اجعل الصلاة راحة لأبداننا وأمانا لأرواحنا وسكينة لأنفسنا ونجاة في قبورنا يا مجيب الدعاء يا مجيب الرجاء. تقبل منا زكاتنا بالصدق والوفاء واجعلها نورا وظلا لنا يوم اللقاء واجعلها برهانا لنا يوم القضاء ولا تجعل فيها خبثا أو منا أو أذى أو بلاء واجعلها حصنا لنا من الغم والغلاء يا منزل البركات. اجعل نساءنا صالحات تائبات قانتات عابدات وأغلق لشبابنا أبواب الهوى والشهوات واغضض أبصارهم عن الخبائث والمحرمات وزين نساءنا بآداب سورتي النور والحجرات برحمتك يا رفيع الدرجات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة يا رب، ويجعل سعادة الدنيا والآخرة ما بين ايديكم وتحت رجليكم يا أمارات ان شاء الله. حابة كده أصب عليكم وأقول لكم كده صباح الفل وصباح السعادة وصباح الهنا على عيونكم يا رب، وجمعة مباركة عليكم وعلى أهل بيتكم اللهم أمين. لان طبعا انا بسجل لكم الفيديو ده يوم الجمعه، بس هو مش ما كانش فيديو الجمعه خالص، دوت كان فيديو متجمع كده يعني من يوم الاربعاء لحد يوم الخميس وتسجل الجمعه طبعا غصب عني طبعا، لان انا عايزه اقول لكم رحت عند اخواتي في الشرقيه يوم الاربعاء بعد ما خلصت كل حاجة، وجيت يوم الخميس اخر النهار. وما جيت والله من عند اخواتي برضو يوم الخميس اخر النهار ده، لما جيت عملت حاجات تاني برضو في البيت وكده. فاللهم صل على الحبيب المصطفى. يعني الفيديو ده كده شوفوا تجميع كده 3 ايام اللهم المستعان يا رب. ده كده كان النهارده يوم الاربعاء كده. طبعا كنت بشطب بقى، يعني بروق في الشقه والكلام ده كله، عشان انا بحب بصراحه لما اجي اخرج او اروح يعني هنا او هنا، بحبش اكون خارجه ويكون في حاجه في البيت مش متنظمه، مش رايقه وكده، فاهمني؟ فقلت قبل ما امشي اعمل بقى كل حاجه. وانا اصلا كان عندي كميه مواعين مهوله صراحه. انا كنت قادره ان انا احطهم في غساله الاطباق، بس مش عارفه ليه، يعني قلت لا انا هدعكم على ايدي وخلاص، يعني بحيث ان انا برضو اشجعكم كده معايا وتتشجعوا، وانا كمان طبعا يعني برضو اتشجع معاكم، يعني لان انا عايزه اقول لكم يعني من خلال التصوير كده انا كمان بتشجع. يعني في حاجات كتير ببقى انا كسلانه عنها وبقوم كده اتشجع يعني بيها بالتصوير وكده. فاللهم صل على الحبيب المصطفى. قلت بقى اعمل كل حاجه النهارده كده يعني زي زمان ان شاء الله. كمان اللهم صل على الحبيب المصطفى. حابه اشكركم كلكم حبايبي، ما نحرمش منكم ابدا على دعواتكم الحلوه وكلامكم الحلو اللي قلتوه اللي منا على الترنج اللي انا فصلته لها.
عايزه لكم بقى ايه، بقت تقعد كده تقرا التعليقات معايا، يعني الحمد لله ابتدت تعرف تقرا، يعني تقرا وكده. فبتقعد بقى، بيكون فيديو، اي فيديو يكون هي نازله فيه او حاجه تخصها فيه، بتحب هي تمسك بقى التعليقات كده، ايه تفتحها كده وتقعد ايه تقرا فيها. فجزاكم الله كل خير، ربنا يفرح قلوبكم جميعا يا رب، ويكبر بخاطركم زي ما جبرتوا كده وخاطرها. هنا بقى بصوا، انا عايزه اقول لكم العجان ده انا على طول كنت ببقى سنداه كده فوق الميكرويف، وانا بصراحه يعني قلقانه، يعني انا عارفه الميكرويف ما تحطش عليه حاجه، هو بصوا ما كانش محطوط على الميكرويف. يعني عموما انا كنت يعني حاطاه كده سنداه بالحته اللي هي بتاعه المطبخ، فهو كان زي نظام متعلق، فاهمني؟ بس بيني وبينكم برضو يعني انا خايفه على الحاجتين، على الميكرويف وعلى العجان، لان انتوا عارفين الاجهزه دلوقتي مولعه نار يعني، فاللي عنده جهاز يحافظ عليه على قد ما يقدر. لو هو ايه، عايزه اقول لك بصي، لو مضرب النسكافيه حتى اللهم صل على النبي، لازم نحافظ على كل حاجه ربنا انعم علينا بيها، نحافظ عليها. فقلت لا مش مشكله، انا نزلته بقى كده ونضفته، يعني مسحته كده وحطيته على الرخامه الكبيره دي. مع اني عايزه لكم الرخامه اللي عليها العجان دي ايدي ورجلي، اللي انا بحط عليها كل حاجه وبصور عليها واعمل اكل عليها وكل شيء. طبعا مش شرط ان انا احط العجان بقى لازما على الرخامه، انا عايزه ان شاء الله باذن الله افضي كده ضرفه كده تكون قريبه من ايدي وسهله، يعني سهله الاستخدام، تكون ضرفه كبيره كده اوضبها كده واحط فيها كل الاجهزه الكهربائيه اللي انا بستعملها، زي العجان والخلاط والكبه والحاجات والهاند بلندر والحاجات اللي ايه، اللي هي يعني ايه اللي انا بستعملها ديت بتاعه الكهرباء والمضرب وكل حاجه. فاللهم صل على الحبيب المصطفى. عايزه ان شاء الله اعمل كده عشان برضو الحاجه تبقى ايه، يعني برضو متصانه كده ونحافظ عليها على قد ما ربنا يقدرنا، لان فعلا فعلا يعني الدنيا بجد غلت جدا جدا. عايزه اقول لكم انا كنت نفسي اجيب شفاط اللي هو فريش، اللي هو فوق البوتاجاز دوت، كنت عايزه اجيبه من يجي سنه. من سنه كان عامل 1500 او 1400 جنيه، عارفين دلوقتي داخل يعني قرب على 3000 جنيه، انتوا متخيلين؟ فزاد الضعف طبعا. لغيت الفكره من دماغي خالص. قلت بقى ايه ان شاء الله اما ابقى اخلص بقى الميكروويف ان شاء الله ابقى افكر ابقى اجيب ايه الشفاط ده. لان طبعا انت عارف المطبخ بتاعي لونه ابيض، وهو يعني عشان صغير كمان، المطبخ مش كبير بس حلو، يعني هو مش كبير بس حلو. بس بقى عايزه اقول لكم الدهون بقى بتتقاوم فيه بطريقه غير طبيعيه، غير طبيعيه يعني جامد. والشفاط اللي هو العادي انا نفسي والله اركبه تاني، بس بخاف ليه بقى، لان الارض عندنا يعني ورا، اللي هو الشباك ورا، مبدئيا ما بحبش افتح الشباك ده، بيخلي لي المطبخ كله ترابه فظيعه فظيعه فظيعه، بيدخل لي كميه تراب رهيبه، واحنا كمان في شتاء يعني بيدخل ترابه وهواء، وكمان احنا في شتاء، فانا بصراحه مش حابه ان انا افتحه خالص خالص دلوقتي. كمان انا لو حطيت الشفاط لما باجي اشغله ولا حاجه، بيبقى باجي كده افتحه بيبقى ليه كده ايه، ليه نافذه، يعني النافذه بتاعته من ورا، النافذه دي بقى بتدخل لي فران. فانا بصوا بترعب من موضوع، يعني مش بترعب ان انا بخاف منهم، بس انا فكره ان انا يبقى في عندي فار في الشقه او صرصار، ده حاجتين اتنين بموت منهم، يعني ما يجيليش نوم ولا يهدالي بال ولا اقعد كده وارتاح ابدا ابدا، طول ما يكون في حاجه زي كده او المح حاجه زي دي يعني تكون في الشقه. فبيني وبينكم ده اللي بيخليني ان انا مش عارفه احط الشفاط، نفسي احطه كمان من المسقط، وبرده موضوع الفيران ده اللي مقلقني ومخوفني. فلو في حد فيكم عامل حل للموضوع ده، انا بفكر يعني ان انا اعمل له سلك من ورا، يعني النافذه دي تبقى لها سلك، بس هل هتنفع ولا لا؟ ان شاء الله حتى خلي محمد يعمل لي تكعيبه كده خشب محوطه بسلك. يعني هشوف، يعني اشوف كده محمد واشوف يقول لي ايه، لان بجد بجد انا مهم قوي ان انا اركب فعلا شفاط في المطبخ، لان بيبقى بيتراكم فيه دهون كتيره وكبيره جدا جدا فوق ما تتخيلوا. فمن ضمن الحاجات اللي كنت عايزه اجيبها هو الشفاط بقى اللي هو الكبير ده اللي بيتحط فوق البوتاجاز، بحيث ان هو ما يبقاش مثلا منفذ لشباك وكده، وكان ناس كتير صراحه بتشكر يعني فيه. فاللهم صل على النبي. ما جيت بقى ايه، انا مش فاكره صراحه كان عامل كام، بس انا يعني فاكره كده عامل 2000 وشويه، يعني اللي هو داخل على التلاتة يعني، فاهمني؟ فاللهم صل على الحبيب المصطفى. قلت بقى مش وقت خالص دلوقتي، طبعا احنا عارفين ان احنا في ايام صعبة، ربنا يا رب يسهلها علينا كلنا يا رب، ويرخيها من عنده ويصلح حالنا جميعا، اللهم امين، ويرزقنا الخير والبركة في رزقنا واولادنا وفي حياتنا، اللهم امين جميعا يا رب.
هنا بقى عايزه اقول لكم بصوا انا خلصت المواعين يعني. طبعا انا وقفت شويه بس حسيت سبحان الله كده برضو كل حاجه بتبقى قديمه في حياتك او اي حاجه مثلا بتبعدي عليها فتره بتشتاقي لها تاني. فانا عايزه اقول لكم انا كنت عروسه المواعين دي والله في الغساله، بس سبحان الله بعد ما حطيت الكوبايتين رجعت تاني رجعتهم وقلت لا ادعكيهم كده بقى وانت واقفه كده يعني انا حنيت لي الموضوع ان انا ادعك كده فاهمني بايديا والكلام ده كله. قلت كمان حتى واحد يوفر شويه ايه في المسحوق. الناس هتقول لي هي الغساله مصرفه وكده، بصوا هي يعني والله مصاريفها لو هتحسبيها بالنسبه لتعبك او الجو ساقعه او شتاء والكلام ده وان انت تبقيش واقفه كده تقعدي تدعكي وميه والكلام ده، لا هي تهون، هي طبعا تهون كتير. بس برضو اللي ما عندهاش الغسالة الله يعينها ويقويها ويا رب يصلح حالها ان شاء الله ويرزقها كده من حيث لا تدري ولا تحتسب وتعرف تجيب كل حاجة نفسها فيها بأمر الله. فاللهم صل على حبيب المصطفى. خلصت بقى كده دعك المواعين، مسكت بقى كده عايزه اقول لكم في حته سفنجه كده صغيره عامله زي الصنفره دي، صنفره بتاعت الاستانلس كنت واخداها من عند اختي ام كريم. فديت على طول كده بحطها انا على الخلاط بتاع الحنفيه كده من فوق. بحب كده لمع بيها ايه اللهم صل على الحبيب المصطفى، لمع بيها الاحواض يعني بعد ما اخلص. الاحواض ديت عمليه ولا لا؟ بصوا هي حلوه بس انا لو كنت فعلا وانا بعمل المطبخ لو كان بجد كان ساعتها معايا كان الماديه يعني كانت تسمح كنت جبت حوض من اللي هو المربع الكبير ده اللي هو الحلو يعني. بس دول مش وحشين، هم عاملين كل حاجة، بس عيبهم الوحيد ان بيتأثروا من اقل شيء، ممكن يصدوا من اقل حاجة يعني يعمل نقرة صدى ولا حاجة الكلام ده كله. اما الحوار التاني ده طبعا ما جربتوش ومعرفش استعمله ايه، بس كشكلا كان يعني هو كشكلا كان حلو. بس انا ساعه ما عملت المطبخ ده انا كنت مقشفره خالص وكنت مضيعه كل فلوسي ساعتها على المطبخ، فما كانش معايا حاجه وكنت حابه ان انا بصراحه يبقى عندي ايه حوض يعني حوضين. اللهم صل على النبي. فكان عندي القديم فرحت شاري عليهم واحد، رحت شاري عليه يعني واحد جديد وكده. بس حلوين، عايزه اقول لكم حلوين وعمليين وزي الفل. انا بينفعوني بقى لما بكون مثلا في حوض مثلا محطوط فيه مواعين، التاني مثلا اكون بشطف حاجه يبقى رايق فاهمني. فهو بالنسبه للحوض ابو عينين ده لا بيبقى عملي جدا جدا. في حوض واحد بيشارك الاتنين ازاي يعني، بيبقى حوض حته واحده بس بيبقى ليه عينين كده، فبيبقى برضو حلو اللي تعرف مثلا تجيبه وتركبه ده بيبقى جميل جدا برضو. هنا بقى بص عايزه اقول لكم بعد ما خلصت بقى كده دعاك المواعين، عايزه اقول لك طبعا بعد ما خلصت دعاك المواعين مشينا. فتقولي هاجر طبعا انت المكرونه ازاي؟ المكرونه دي طبعا كانت قبلها يعني كان قبلها اللي هو اللهم صل على الحبيب المصطفى اللي هو يعني قبل ما امشي، فما كمان ما كنتش صورتها معاكم. عايزه اقول لكم المكرونه دي اتعملت بدون ولا نقطة لبن. عارفين يعني ولا نقطة لبن ازاي يا هاجر؟ اقول لكم والله عملت البشاميل بمية عادية والبهارات والمكعب المرق وخلاص على كده. كمان ما كانش فيه لحمة، وبالنسبة للحمة بقت غالية وبقى الواحد بيسمع كده يعني ارقام كده خزعبلية يعني رهيبة. فاللهم صل على الحبيب المصطفى عملتها كده، طلعت طبق بانيه من اللي انا كنت عاملاه. كنت انا مفرزه طبعا شويه بانيه عندي مفرزاهم بالتتبيله بتاعتهم من غير كفر. فطلعت بصراحه طبق فكيته كده في الميكرويف وقطعته تقطيع صغير ورحت مخرطه عليه بصلايه عاديه جدا. ايه يا رحيم؟ معلش بقى يا حبايبي، رحيم كان بيعيط هو كده ما بيحلوش العياط لما اكون بسجل صوت. اللهم صل على الحبيب المصطفى. زي ما قلت لكم بقى طلعت كده كيس بانيه طبق بانيه ورحت مقطعاه تقطيع كده صغير وخرطت عليه كده بصلايه حلوه محترمه كبيره بقرن كده شطه صغنن، وعملت اكني بعصج لحمه بالظبط بالظبط ورحت عاملاه. وكان عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله كان زي الفل اقسم بالله، كان طعمها جميل جدا وبألف ألف هنا وشفا لولادي يا رب. يعني تاكلت في نفس اليوم وخلصت الحمد لله ما قعدتش. كنت خايفه قوي على فكره، قلت بشاميل من غير لبن. طب والله جميت قلب قلت والله لا اعملها عادي، ما يعني ايه اللبن وايه الميه الاتنين والله يعني بصوا طبعا مش واحد بس يعني قريبين من بعض. فالمهم الحمد لله حاجه زي كده طبعا نفسنا مثلا اعملها لهم ولا حاجه ومفيش بامكانياتي يكون في لبن او الكلام ده، لا هعملها وهبقى اشاركها ان شاء الله معاكم في فيديو. طبعا انا كنت عاملاها من غير تصوير، كانش في نيتي اصور بصراحه يعني ساعتها، فما عرفتش ان انا طبعا اوريها لكم يعني كلها وكده. هنا بقى بصوا ده هنا بعد ما رحت عندنا البلد واخدين بالكم وجيت ده امبارح بالليل.
العيال قاعدين بقى طبعا بعد ما جينا. عايزه اقول لكم الشتا طبعا بيجوع جدا وبياكل جدا جدا، وربنا يسترها علينا بقى يا رب، يعني واخدين بالكم انتوا، ربنا يسترها علينا. اللهم صل على الحبيب مصطفى. العيال بقى جيت كده قعدنا، كان محمد جاب بقى شويه لب وقاعدين بقى كده ايه اللي هو بالليل بقى، ها، وقاعدين بقى كلهم عمالين بيبصوا يعني بيرموا الحيل عليا انا. محمد يسلط العيال والعيال طبعا تزن، طب ايه، طب عايزين ايه، طب اعمل لكم كيكه، طب المهم من هنا لهنا. رست في الاخر على ايه بقى، رست في الاخر ان انا اعمل لهم. دخلت كده والله انا كنتش يعني مش عارفه داخله المطبخ مش عارفه اعمل ايه، فقلت انا هعمل بسكوت، بس بسكوت بقى ازاي ومقادير ايه والكلام ده كله، والله ما اعرف. رحت بصوا عايزه اقول لكم ايه اللي هو حطيت كده كله كده على بعضه وقلت مش مشكله النتيجه، وبص تطلع كده تطلع كده، ياكلوها هم مجبرين ان هم ياكلوها. هم حبايبي جبت كده بيضتين على كوبايه الا ربع كده من السكر، على نص كوبايه من الزيت، ورشه فانيليا كده، ومعلقه صغيره كده بيكنج باودر، وكنت هحط كوبايتين ونص دقيق، بس خدت معايا 3 كوبايات دقيق. طبعا الدقيق بيختلف من حاجه لحاجه، فاللهم صل على الحبيب المصطفى. عملتهم بقى كده، هي العجينه شبه انها طريه وبتلزق، بس هي كانت يعني كانت حلوه يعني. اللهم صل على الحبيب المصطفى. عملت طبعا كده شويه بتجويفه كده، قلت عشان ابقى سايح شوكولاته كده واحط له عليها شوكولاته، بس بيني وبينكم طبعا الموضوع ما ساعدنيش لما حطيتها في الفرن ولقيتها بقى كبرت وكده، فقلت لا خلاص. فالشويه اللي كانوا طالعين كشكلا حلو، اللي هما قلت اعمل لهم شكل الكوكيز كده. كان عندي شويه شوكليت شيبس كده في التلاجة، عايزه اقول لكم بقى لهم يجي داخلين كده في 7 8 شهور. طبعا مش بيجرى لهم حاجه ولا كده ولا حاجه يعني. وكنت يعني انا فاكره ان انا كنت جايبه الحاجات دي بفلوس لا تذكر والله، دلوقتي انا عارفه ان انا انام بارقام جميله. فاللهم صل على الحبيب مصطفى. عملت بقى الصاج الجميل ده، وكمان اللهم صل على الحبيب المصطفى. بعد ما عملت الصاج ده رحت بقى ايه مقلبه كده شويه كوك بتاع شوكولاته شيبس في قلب العجينه نفسها، وعملتهم كده ايه 6 وحدات كبار كده يعني، فاهمني. قلت مش هقعد انا اقعد اغرز بايدي كده تاني والكلام ده. فيعني بسم الله ما شاء الله. بس عايزه اقول لكم طلع طعمه تحفه تحفه، وبألف ألف هلا وشفا يا رب لولادي. كان البسكوت ده خلص في السهرة. طبعا عملت لهم بقى البسكوت دوت، وعملت لهم بقى شاي، واللي عمل ليسون يعني. كنا مبدعين في اليوم ده بصراحة، بسطنا نفسنا جدا جدا، وعملت لهم حاجات حلوة قوي، وقعدنا فضلنا سهرانين شوية مع بعض كجو أسري بقى، وجبنا البطانية كده وفرشنا بقى ايه شوية حاجات كده، وقعدنا اتكلفتنا كلنا في بعض، وقعدنا بقى ايه سهرنا يعني مع بعض كده. كانت قاعدة بصراحة جميلة وزي الفل. فمش بصوا يعني فعلا الأوقات السعيدة مش محتاجة تكلفة، ومش محتاجة تحضري لها قبلها بيوم ولا بأسابيع ولا الكلام ده، لا لا والله بتيجي كده مرة واحدة يعني. أنا ما كانتش في خيالي خالص إن أنا هقعد أعمل لهم حاجات، بس والله البسكوت ما خدش معايا حاجة. أنا في إيه عملته في إيه سويته، كان الموضوع كله الحمد لله بفضل الله كله خلص يعني الحمد لله. سريع وسهل ومقاديره طبعا في البيت، مش ان انا خرجت بقى اشتريت حاجه من بره ولا الكلام ده. انا يعني بكلمكم كده لان كانت الحاجه فعلا عندي. فبصوا بقى، مش من المانع كده انت وانت في السوق بتاعك مثلا ممكن تجيبي ب10 جنيه شوكليت شيبس زي ده وتروحي حاطاه في التلاجة. ممكن السوق اللي بعده ب10 جنيه كده كاكاو تحطيه. مثلا مرة كيلو دقيق وتعينيه، فاهمني. فبحيث ان انت توفري عندك خامات الحلويات دي، واخدين بالكم، وتبقي كده في يوم بقى تحبي تعملي حاجة تبصي تلاقي عندك كل حاجة، فاهمين اقصد ايه. فده اللي انا شغالة على نفسي عليه بصراحة. كل ما بروح السوق ممكن اجيب حاجة ما تكونش لها علاقة خالص بالتسويق، بس ممكن احتاج انا في اي وقت تاني، فمن حباب قلبي. اللهم صل على الحبيب مصطفى. ده شكل البسكوت كان شكله مغري قوي، وكان طعمه جميل قوي قوي، يفكرني بطعم البسكوت اللي كان الراجل بيبيعه زمان بيلف كده بيه بعجله. تفتكروا البسكوت اللي بيبقى في عقد معمول على شكل عقد، الوان كان منه اخضر واصفر وابيض واحمر. لو تفتكروه الناس بتاعت زمان هتفتكر الوقت ده. فكان بسم الله ما شاء الله يعني كان طعمه جميل جدا، وبألف هنا وشفا كان خلص. هنا بقى يا حبايب قلبي كان الفيديو بتاعنا خلص معاكم وكده، كنت خلصت، وهنا بوريكم اخر 6 بسكوتات في الفرن عاملين ازاي. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا منه باي معلومة او اي افادة اي حاجة.
ما تنسونيش بالله عليكم باللايك للفيديو وكلمة حلوة منكم كده ودعاء حلو، ربنا يا رب يديموا عليكم بالصحة والعافية يا رب ويرزقكم مثله، اللهم امين. واشوفكم على خير والسلام عليكم.